سلام حبيباتي، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة يا رب. انا حبيت اليوم جيت لكم بوصفة جديدة، وحبيت نشكر كامل الناس اللي دخلوا معايا في القناة. انا نقول لهم ربي يخليكم ليا ان شاء الله. وانا جبت لكم وصفة سهلة بكل بساطة وما فيها حتى شيء. راح نديرو سفنج ميكسر. انا هنا عندي 6 كيسان ماء وربع كيسان فرينة دقيق ابيض. هنايا عندي مغرف سكر ومغرف خميره. نبداو. هنا عندي ماء دافي، نحطو معاها السكر والخميره. يعني والله هذه الوصفه يعني 10 دقائق تخليها تتخمر وديريها. نحطو معاها كاس من الدقيق الابيض. خلطوها مليح. سمحولي راني بالعقريب في حاله. انا نلحق لها شويه. هاد الكاس هاني كاس. هذا القوام اللي نتحصلوا عليه. من بعد كنولي نديروا لها بالميكسر. هاي عندي الميكسر. هنا يا حبيباتي انا خلطتها مليح بالبرا الميكسر. شوفوا كيما دارت لي فقايعات. هذا انا نخليها ترتاح معايا 5 دقائق ونرجع لكم. نغطيوها مليح، نخليوها 5 دقائق ونرجع نكملوا الطريقه. وهنا يا حبيباتي انا رجعت لكم بعد ما ارتاحت معايا العجينه. شوفوا كيف ما ولات، زاد الحجم تاعها. نحاول نهبطها. شوفوا كيما نحطو الكاس ثالث. كل واحد على حسب الفرينه تاعو. كاين اللي توصل له حتى 4 كيسان ونص 5. لازم نخليو العجينه تاعنا تكون طريه باه يجينا هذاك السفنج خفيف. ندخل هذه كامل الفرينه فيها. هذه الطريقه ها زالت لي. انا لحقت نص فرينه ونشوف نستعمل يدي.
نلحق لها شويه فرينه، ما نيبسوهاش بزاف وما نخليوهاش طريه، يعني نقدروا نتحكموا فيها. ما نعجنها ما والو، غير نلمها ونخليها. ها هذه هي القوام اللي نتحصل عليه، عجينه تتلاصق. هذا الطريقه نستعمل شويه ماء باش ما تلصقليش في يدي العجينه، نبل يدي بالماء. نضربوها بهذه الطريقه شويه. انا كل من نحط يدي في العجينه نقيس يدي بشويه ماء باش ما تبقاش تلصق لي هذيك العجينه. هذه الطريقه. نحاول نضرب العجينه تاعي حوالي 2 دقائق. هذه الطريقة انا نكمل نضربها كيما هكا، ومن بعد نولي نحط الزيت تاعي فوق النار يسخن بالعقل حتى نكمل هذه ونرجع معكم. هنا حبيباتي انا عجنتها هكا بيديا، ومن بعد انا حطيت ديجا الزيت تاعي يسخن، لازم يسخن مليح، بعد نقصر النار. هذه العجينه تاعي كيما كانت طريه، نحط يدي شويه زيت. نديرها بهذه الطريقه. عليكم لازم تدهنوا غير يديكم بشويه زيت، ديروا هكا الطريقه. كل واحد كيف ما يحب يديرهم، اللي يحب يديرهم كبار ولا صغار. نكملهم كامل بهذه الطريقه. الاحسن لازم ديما يديكم تدهنوها بالزيت باش ما تلصقش هذيك العجينه. ولا البلا تاعي انا كنت ديجا دهنته بالزيت باش من بعد ما يلصقش. ونلمهم كامل. انا اليوم جاييني ضياف، انا قلت لهم ندير شويه سفنج. يعني والله غير تنحي كميه مليحه. بهذه الطريقه. كاين اللي يحب يديرها كبار يزيد الكريه تاعو يكبرها. نكملهم كامل بهذه الطريقه. شوفوا
شوفوا كيما جاوني. انا حبيتهم نديرهم كبار شويه، لازم نغسل يديا هنا نقدر نخدم بيهم. وهنا خياتي انا درت زوز، هنا عندي كاسرونه هذه حطيت فيها زيت بزاف، وهنا حطيت لها غير شويه، ونخليهم يسخنوا مليح. كي يسخنوا مليح نقصوا لهم النار. وهنا يا حبيباتي نبداو مع بعضنا نحكم هذه العجينه. غير نعدلكم هذه العجينه نخربوها غير هاك في الوسط، نحاولوا نعدلوها، نحطوها في الزيت بهذه الطريقه. هاي الثانيه نخربوها مع بعضنا ونعدلوها ونحطوها. انا خليها تنتفخ شويه ونحطها في الزيت. شوفوا لازم تكون نار ناقصه بزاف. شوف كيما بدات تشكل لي الفقاعات هذا. هاي ليكم خليوها كيما هاك حتى تتسخ بزاف، وعاد ما نرميوها في الزيت الاخر. هاي حبيباتي انا ها شوفوا كيف ما جاتني بعد ما انتفخت لي ولات لي كيما هكا. انا نرميها في الزيت الاخر. هاو الزيت كيف ما لازم يكون الزيت فيه بزاف، وما نقلبوها ما والو، غير نشوفوها طابت من اللوط نقلبوها. لازم نقصلها النار بزاف باه طيب لنا ما تجيناش معجنه من الداخل. حاول نعدل الكاميرا. هذه الطريقه. شوفوا هذه كيف ما ولات لي. هاي ليكم
شوفوا كما جات، والله تجي غير كيما تاع المحلات هذوك اللي نسخفوا عليهم برا ونشريوها. شوفوا كيما يجيني بعد ما طاب لي من تحت مليح. انا قلبته من الفوق. طيبوهش بزاف، طيبوه غير اصفر باه يجي الشكل تاعو مليح. شوفوا هذه هاي مازال تنتفخ غير شويه. هذا اللون اللي نحتاجوه. شوفوا كيما جاتني. هز معكم هذه راهي ديجا طايبه من تحت، نحطوها هذه. انا درت تاعي حبات تاعي كبار، نقلبها بهذه الطريقه حتى نكملهم كامل. انا نكملهم ونرجع معكم في صحن التقديم. وهنا يا حبيباتي انا رجعت لكم بعد ما كملت هاد السفنج تاعي. شوفوا كيما جاني، يعني منظر ولا اروع، يعني شهي، يعني باهي وحده قبل ما ناكلو. شوفوا كيما جاني، نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه. والله خير من هذاك تاع المحلات. شوفوا كيما يجي منفخ. شوفوا حاوليكم كيما يجي طراي. انا حطيت له شويه عسيله من الفوق. والله غير دجاجه يعني ما تصوروش كيف ما مليح. شوفوا حاوليكم قدام عينيكم. نتمنى تجربوه ويجي بزاف بزاف خفيف. انا كملت اليوم نهاري معكم، نتمنى تعجبكم الوصفه تاعي. شوفوا كيما جاني، يعني والله ولا اروع، يعني وسهل وخفيف بزاف. يعني من قرب 4 ساعات تكملوه وتقدموه لضيوفكم. يعني حاجه تحطوها لهم، حاجه مليحه. انا نقول لكم يلا تهلاو في رواحتكم، ونتمنى يعجبكم اليوم الوصفه تاعي. ويلا سلام، نتلاقاو في مره قادمه.